إلى الرأي العام العالمي. منذ التاريخ والشعب الكردي يتعرض للمجازر والإبادة من قبل الفاشية التركية إلى حين ظهور حركة تحرر كردستان التي كانت المرأة فيها أساس للنضال وكفاح مستمر من أجل حرية كل النساء، حيث كانت الرفيقة سكينة جانسس أول النساء اللواتي انضمن إلى صفوف الحركة لتكون دعما لجميع النساء، وبنضالها انضمت الآلاف من النساء إلى صفوف الحركة بحثا عن الحرية. وكانت الرفيقة سكينة ذات شخصية قوية مؤثرة وشخصية حرة محبة للعدالة والمساواة، وهي صاحبة الفكر الحر وتتمتع بإيديولوجية المرأة الحرة، حيث كانت تنشط بكل جسارة وجرأة وشكلت مخاوف لدى الرأسمالية. لذلك طالتها يد الغدر من قبل الاستخبارات التركية في باريس بتاريخ 9/12/2013 مع رفيقاتها فيدان دوغان وليلى شلمس، وإلى الآن لم يظهر نتائج متينة للقاتل، حيث يعلم الجميع بأن فرنسا هي من الدول التي تدعى الديمقراطية، ولكنها لا تحرك ساكنا أمام أي موضوع يتعلق بالكرد. ومن خلال الأحداث السياسية الأخيرة أثبتت المرأة جدارتها بقوة وإيمان الشهيدات أمثال سكينة وليلى وفيدان، ووصولا إلى روناهين كان وجيهان، والآلاف منهم في كل المجالات، وأهمها حاربت أمام أعتى أشكال الإرهاب المتمثل بداعش والمدعوم إلى حكومة أكبة الفاشية التي هدفها الوحيد القضاء على إرادة وقوة المرأة. نحن تنظيم مؤتمر ستار ندين بشدة كل الجرائم التي ترتكب بحق المرأة أينما كانت، وندين موقف المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بعدم التحرك أمام كل الجرائم والاستهدافات بحق المرأة من قبل الذهنية الذكورية السلطوية، ونطالب بتحري أدنى ومحاكمة كل الذين تلطخت أيديهم بدماء شهدائنا، وخاصة مفاد اغتيال الشهيدة سكينة جانسس ورفاقاتها التي مرت على الحادثة أكثر من 13 عاما. ونتعهد بالسير على خطى شهيداتنا وشهدائنا وتحقيق أحلامهم في نشر رسالة الأمة الديمقراطية وبناء مجتمع يسود فيها العدالة والمساواة، تكون فيها الرجل بجانب المرأة بحياة ندية تشاركية ديمقراطية. الموت للفاشية التركية، نعم للعدالة والمساواة، المرأة حرة حرية.